شوف بوتريكة فرحان ومبسوط الحمد لله. هذه المرة الكرافتة الخضراء ما كانت نحس على المنتخبات العربية. استمر يا بوتريكة. انا عاوز انقل بس الاحساس اللي احنا كنا موجودين في اخر الدقائق من المباراة. احنا اتحدف علينا اعلام وكوفيات وحاجات من المنتخب، من الجمهور المنتخب السعودي تكفي بلد. واحلى حاجة ان هذه الرايه تبقى خفاقه عليه. شوف السعوديه قدام، لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا العلم دايما يبقى في الامان. النهارده ياسر قال ان اعظم مباراه في تاريخ السعوديه. انا اكمل على الجمله واقول ان دي اعظم مباراه في تاريخ العرب في كاس العالم على مدار السنين، على مدار ال 22 نسخه. ربما ممكن تونس 78 ما كناش مدركين، انما هذا الجيل وهذه المباراه كنا محظوظين ان احنا نشهد هذا التاريخ. كنا محظوظين ان احنا موجودين في استاد لوسيل النهارده، لان النهارده المنتخب السعودي قدم مباراه كبيره. المنتخب السعودي عنده مدرب عالمي. ايه فايده التكتيك يا عبد العزيز؟ فايده التكتيك اللي انت تقلل الفجوه الفنيه ما بين الفريق الكبير والفريق اللي على الورق نوعا ما اقل منه. النهارده هو لعب بمصيدة التسلل في الشوط الاول ونجح فيها ونادر ما ينجح فيها منتخب امام منتخب الارجنتين، وعالج اخطائه اللي كانت في الشوط الاول اللي هي خاصه من الناحيه الهجوميه. شفنا الشوط الثاني فرص وتسجيل هدفين وشخصيه كبيره وريمونتادا سعوديه على الاراضي القطريه، حاجه مميزه. وبعدين الروح حلوه قوي قوي قوي. انا كنت خايف على المنتخب السعودي بعد التقدم. لا ما تخافش عليهم، ده رجاله. ده كان ممكن يستعد اللعيبه اللي كانت موجوده اللي رايحه للجمهور بعد المباراه كانت مستعده تلعب مباراه ثانيه. انا قلت لسالم زميلنا في الانتاج يجيب لقطات ازاي الروح اللي كانت موجوده، ازاي يبقى الصراعات الثنائيه تبقى موجوده. سالم الهاملي اصلا روحه المعنويه عاليه مثل المنتخب السعودي معروف. فاعتقد ان النهارده مباراه كبيره تكتيكيا فنيا ذهنيا معنويا، وكنا محظوظين ان احنا نكون موجودين في هذه المباراه. عبد العزيز، المنتخب السعودي قدم مفاجأة كبيرة. بصراحة هذه أحلى مباراة في تاريخك يا أبو تريكة. على مستوى التحليل. ليه؟ بصراحة أنا لسه من القلب. أنا مش محضر، ما قداميش ورق. ولا أنا. ما قداميش ورق والله. أنا بقول من قلبي. وبعدين أنا كنت عاوز قبل الاستوديو أهدى شوية لأن تحركاتنا على الخط فالحاجات دي حاجات مميزة. أنا كنت عاوزك أنت كمان تهدى. هنا يا عبد العزيز البلوك، التاكلينج، وازاي الاصرار الموجود، قتاليه في ارضيه الملعب. طبعا رجاله. انا دايما اقول ان الكره تلعب بالقلب اولا قبل العقل. النهارده المنتخب السعودي لعب كره بالعقل وبالقلب. الصراعات الثنائيه كل واحد بذل اقصى مجهود عنده، ما فيش حد من حراسه المرمى الى المهاجم، ما فيش حد بخل، ما فيش حد كان بخيل في المجهود، ما فيش خوف. اللعب وراضي الروح الموجوده القتاليه. خرج ميسي من اطار المباراه. انا كنت منتظر ميسي النهارده، ظهر لنا سالم الدوسري 10/10. بحبك يا ميسي، بس سالم الدوسري النهارده يستحق الاشاده. النهارده كنا مستنيين التانجو الارجنتيني. النهارده العارضه النجديه الرئاسه السعوديه قدمت لنا مباراه كبيره، مباراه للتاريخ. وكنا محظوظين ان احنا كنا موجودين انا وانت على الخط بنشجع. والله كنا بنشجع وبندي تعليمات للعيبه، اللعيبه مش سمعانه بس بتدي تعليمات. بس انت بتشاور على الخط كثير. وقت الاوت تتحرك اللعيبه. انا كنت احس هيرفي رينار. فمباراه كبيره والله هنتصور معاكم بس بعد المباراه من عينيا. الجمهور السعودي خلف الكاميرات بشكل كبير للغايه، يريد التصوير مع محمد ابو تريكه. هذا محمد ابو تريكه علم السعوديه. فدي روح كبيره. شكرا للمنتخب السعودي، قدمت لنا حاجه ملحمه كرويه، درس. ومن يوم من الايام هنقول احنا كنا موجودين في فوز السعوديه على الارجنتين، المرشح الاول للفوز بكاس العالم. فاعتقد النهارده انا مش عارف اجمع الكلام، بس الكلام ممكن يبقى مش مترتب بس ده من شعوري، لان انا دايما احب الفرق العربيه، المنتخبات العربيه ما تحسش بالنقص، ما تحسش بعقده النقص. النهارده احنا لعبنا يا عبد العزيز بالمنتخب البرازيلي في 2009. المنتخب السعودي النهارده الند بالند، ما تحسش ان في فوارق كبيره. وفي كاس العالم ومتاخر بهدف، سجل عليك هدف، ما فيش بقى الثقه تضيع، ما فيش تمريرات خطا. لا، في مدرب
على الخط اشتغل المباراه بسيناريو نموذجي. مفيش اي حد يلعب بدفاع متقدم قدام ميسي، قدامه لوتارو مارتينيز، بابو جوميز، دي ماريا، باريدس، ديبول، ويلعب خط دفاع متقدم ويلعب على التسلل ريسكي. الكره للشجعان، الكره للشجعان واللي ما بيخافش. عندك لعيبه العب على امكانياتها. فشكرا للمنتخب السعودي اللي قدم لنا مباراه كبيره، ونطمع للمنتخب السعودي. نحن لا نكتفي بالفوز على الارجنتين، بل نريد المكسيك وبولندا. المزيد والمزيد. المزيد. احنا قابلنا اللعيبه من قريب يا عبد العزيز، تحس ان اللعيب طاير في السماء، طاير في السماء، وده حقه. ما حدش يقدر يقول له انت رايح فين. في السماء، في السماء، مش عارف ايه الاحساس اللي حواليه. فاتمنى افرح النهارده وبكره بس. اليوم الدوحه لن تنام. انزل تاني، انزل تاني. انا عاوزك انت تهدى. حاضر. انا اهم حاجه انت تهدى، ولا اجيب لك كركديه ولا حاجه تهديك تروقك يا عم. بص، المنتخب السعودي ما يخليش اللي يعرف يتكلم بيتكلم. صحيح. مباراه كبيره، مباراه جميله، تكتيكيا، فنيا، طول اللي انت عايزه. اجوال حلوه، مش اجوال بالحظ، لا، اجوال تروح على البعيده، على القريبه، على الارض، فوق، في السماء. فشكرا للمنتخب السعودي. ناقص اديك كوره بقى وتلعب هنا بقى. انتوا الرقصه العارضه انك بترقصوها ازاي ولا انت ما تهلكش؟ لا، العرضه النجديه. ايوه. فين؟ ترزف فيها بهالطريقه. بجد والله؟ اي والله بهالطريقه. مبروك.